ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. فيديو النهارده بقى ان شاء الله عايزين نعمل اكله سريعه. بصي هنا معايا كميه من البطاطس دي، حوالي كيلو ونص بطاطس صغيره سلقتها. وهقول لك ليه انا يعني مفضلاها البطاطس الصغيره افضل بكتير من الكبيره في الوصفه دي. هقول لك ليه دلوقتي. زي ما قلت لكم كيلو ونص، وهنا معايا كمان حوالي نص كوبايه من الدقيق. حطيتها كده الكلام ده كله طبعا على الكبه. هحط بقى نص معلقه من البصل البودره، وكمان نص معلقة من الثوم البودرة، وكمان هحط معلقة من الكاري. المعلقة اللي انا بعمل بيها دي يا جماعة كمان معلقة صغيرة بتاعة الشاي، مش معلقة كبيرة يعني. وهنا نص معلقة من الشطة، طبعا اختياري، عايزة تحطي شطة اوكي، مش عايزة خلاص. بس الشطة هتخليها مشطشطة كده وطعمها حلو قوي. وهنا معايا معلقة صغيرة من الملح. اظبطي طبعا الملح على ذوقك انت، عايزة كتير عايزة قليل، دي حاجة ترجع لك انت. وهنا كمان معايا حوالي ربع معلقة من البيكنج باودر. وده مش الظرف كله طبعا اللي انا هحطه، ده يعني كان شوية صغيرين فيه، ما كانش مليان ولا حاجة. وهنا كمان معايا مكعب مرق برضو هيطعم الكلام ده كله، هيخلي طعمه حلو قوي. ومعايا بقى هنا يا جماعة خضرة، شبت وبقدونس على كزبرة كمان. احطها بالشكل ده، كل الكلام ده في الكبة. عايزة تحط شوية بقسماط اوكي، مفيش اي مشكلة، بس هو الدقيق برضو هيقوم بالواجب، وهيربط معانا البطاطس دي في الاخر. بصي هتطلع معانا شبه العجينة كده، خليكم معايا واحدة واحدة كده وهنشوف. الكلام ده كله طبعا على الكبة زي ما قلتلك، مش هياخد وقت خالص. بصي بقى معانا ازاي، وفي كده زي مطة كده زي العجين بالظبط. بصي هوريهولك دلوقتي، ايوه. بصي المطة دي اللي انا عايزاها، بصي كأن عجين بالظبط. انا ضربتها يعني ضربة بسيطة جدا، بس الكبة اللي معايا دي قوية يعني بسم الله ما شاء الله، فما اخدتش وقت خالص في الضرب، يا دوب ضربة بسيطة كده لقيناها يعني بالشكل ده، قلبت معايا عجين او عجينة. بصوا بقى يا جماعة، قدامكم حلين، ممكن تاخدي الكلام ده كله تحطيه في صاج كأنك بتعملي بيتزا بالظبط. وطبعا لما تستوي هتقطعيها كده مكعبات، هتبقى معاكي جميلة قوي. هنا الحقيقة معايا صاج، انا يعني عايزة اعمل جزء منه راس كده صغيرة، وجزء هاملة بيه الصاج زي ما قلتلك. اهم حاجة طبعا هنا معانا مية علشان بس نبل ايدينا، لان زي ما قلتلك دي زي العجينة، وكمان عجينة طرية، لازم لازم مسحة المية دي علشان نتفادى اي حاجة تلزق في ايدينا بالشكل ده. عايزة بقى تعملي الاقراص دي كبيرة صغيرة برضو ترجع لك، بس عايزة اقولك اللي هو هي هتنفش شوية في الفرن على فكرة، فانتي اعمليها صغيرة احسن، هتبقى ألذ بكتير، حتى كمان شكلها اشيك. او بالشكل ده هبدأ اقطع الصاج اللي معايا. والكلام ده كله على الفرن يا جماعة، مش هنحمره في الزيت بقى، ونشتكي ان البطاطس دي بتشرب زيت والكلام ده كله، لا خالص، على الفرن على طول. وكمان صحية اكتر، عايزة تضيفي لها بيضة اوكي، مش عايزة خلاص، هي كده هتطلع معانا جميلة وطعمها حلو قوي. هي البيضة برضو علشان تلونها معانا اكتر في الفرن، وتخليها تنفش كده وتبقى كبيرة وتبقى حلوة قوي، وتبقى عالية كمان، ده لو انت حابة يعني. لكن هي دي يفضل كمان بتتعمل اقراص رفيعة كده، بتبقى ألذ بكتير. تقدري كمان تضيفي لها شوية من السمسم، لو انت حابة تحطي لها برضو شوية من السمسم. وبصي العجينة عاملة زي الجيلي في ايدي بالشكل ده. انا الحقيقة الاكل دي مش عارفة اسميها ايه الحقيقة، يعني هي واخدة من البيتزا، واخدة من العجة، سموها بقى زي ما انتوا عايزين ايه تسموها، بس هي في النهاية يطلع طعمها جميل، واقتصادية بقى وسريعة، ولا زيت ولا اي حاجة خالص. زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما خلصنا كمية الاقراص دي على الفرن على طول. والجزء اللي فاضل ده انا هامله بيه صاج واقطعه زي البيتزا زي ما هنشوف دلوقتي.
خلاص يا جماعة اهي بعد ما خلصت، على فكرة هي يعني دخلت الفرن، بس شكلها تحس ان هي لسه ما دخلتش الفرن. بس هي مستوية على فكرة وطعمها حلو جدا. ابصي للقراص اهي طلعت معانا بالشكل ده. وكمان اللي قلتلك عليه اللي هعمله زي البيتزا هوريهولك برضو دلوقتي. دي القراص. الأقراص تحس ان هي سميكة شوية، لكن اللي هو زي البيتزا ده لأ، إيه رفيع شوية. وعلى فكرة اللي هو الرفيع ده أجمل بكتير، اللي هو زي البيتزا ده. قدمي جنبه بقى مكرونة، قدمي جنبه رز، زي ما انت عاوزة. اعملي أي سلطة، أي نوع سلطة برضه هيليق معاه جدا. بصي أنا دقتها أهو عشان أثبت لكم إن هي حلوة. جميلة جدا الطريقة دي، جربيها إن شاء الله بإذن الله هتعجبك كتير كتير. بس كده، وده كان فيديو النهاردة. باي باي حبايبي.